شاومي من كام يوم نزلت الموبايلين دول، ال 12 تي وال 12 تي برو، 15000 و 19000. خلينا في الرخيص عشان عايزين نوفر شويه، فده يعتبر ارخص فلاج شيب كيلر في مصر. موبايل بمواصفات عاليه ينافس الحاجات اللي ب 20 وب 30، الحق عشان لو عايز تشتريه او اي موبايل غيره يعني، علشان بيقولوا ان في اخبار ان في تعويم تاني والاسعار هتعلى تاني. فالحق لو عايز تشتري موبايل اليومين دول انجز حالك. انا عارف ان انت بتقول هستنى لحد ما الاسعار ترخص، ولكن للاسف هي هتعلى. من اجمد المميزات بتاعه الموبايل ده وهي الشاحن ال 120 واط الصاروخي اللي جاي في العلبه هنا، وبيشحن الموبايل ده بطاريته 5000 بيشحنها في 20 دقيقه بالظبط. يا جدعان والله شاحن مش طبيعي، يعني انا نفسي تبقى كل الموبايلات كده. يعني خلاص الشاحن ال 120 ده اثبت قدرته واثبت ان هو امان واثبت ان هو فعال جدا. ليه لسه بقى بنشوف عشرينات وثلاثينات واربعينات؟ على فكره اديني موبايل بطاريته متوسطه او جيده يعني، مع ان ده بطاريته فوق الجيده، بس اديني شاحن صاروخي احسن من تديني موبايل بطاريته عالميه بس الشاحن بطيء. الشاحن بينقذك اكتر من البطاريه. تاني تجربه فلاج شيبيه عليا كده وهي الشاشه 6.7 فول اتش دي 120 هرتز 10 بت. الشاشه فلات ما فيهاش اي كيرف، الوانها حلوه جدا. البانل الاولد هنا محترمه، مش زي البانل الاولد اللي هي بتبقى فئه النوت والكلام ده. البرايتنس مش اعلى حاجه 900 نتس، بس الشاشه ناعمه جدا والوانها حلوه، حوافه صغيره، فيها بصمه في الشاشه على عكس تقريبا توجه شاومي كله دلوقتي بقت البصمه في الجنب، ولكن في الموبايلات دي حطوا بصمه في الشاشه سريعه جدا جدا جدا. تخش على الاداء، وطالما شاومي يبقى هتاخد اعلى اداء في الفئه دي، وطبعا فلاج شيب كيلر، فالموبايل ده في الاداء بيديك موبايلات فعلا باكتر من ضعف ثمنه. فهنا عندك الدايمنسيتي 8100، ده يعتبر زي السناب دراجون كده، 3 تمانيات، اقل من السناب دراجون الجديد اللي هو 8 جين 1، بس يظل اداؤه محترم جدا خصوصا في الالعاب. يعني ده تجربه العاب عالميه، سيتنج عاليه جدا في ببجي بتوصل ل 90 فريم، ومفيش سخونيه خالص تقريبا، والاداء ما بينزلش قوي، والصوت هنا ستيريو حلو جدا في الالعاب، الفايبريشن برده محترم قوي. فانا شايف ان ده واحد من اجمد الموبايلات اللي ممكن تجيبها للالعاب. الموبايل جاي بمستشعر مكالمات حقيقي، في ان اف سي، في اي ار، وبياخد خطين ولكن مش بتحط له كارت ميموري، بس كده كده النسخه اللي موجوده 8 256 فكفايه، وللاسف ما فيهوش مكان للسماعات، وبيجي معاه كفر في العلبه وسكرين على الشاشه. التصميم بتاع الموبايل اللي غالبا ببدا بيه، ولكن يعني شايف ان هو عادي، زهقت من التصميم ده بقى. معظم موبايلات شاومي السنه اللي فاتت كانت نفس الشكل ده، خامات ازاز ونظيفه وكل حاجه، ولكن اعتيادي. نخش على الكاميرات، ودي بقى عايزه لها طلعه، وحرفيا عملنا لها طلعه. سافرنا اسوان علشان نجرب كاميرات الموبايلات ديت، وصورنا فيديو جامد لحدث بيحصل مرتين بس في السنه، اللي متابع انستجرام هيبقى عارف. فان شاء الله الفيديو دوت هينزل بعد كاس العالم، تكون الدنيا هديت شويه كده عشان ما اظنش ان في حد مركز، وفلوج كامل للرحله بقى وتجربه الكاميرات وكله. ده كان فيديو سريع للشاومي 12 تي اللي شايفه صفقه افضل شويه من ال 12 برو، لو انت همك الاداء رقم واحد ومش فارق معاك قوي الكاميرات. يعني اللي فارقهم او اللي فرق بينه وبين ال 12 برو، ده كاميرا 108 ميجا بكسل، الثاني 200 ميجا بكسل، ده دايمنسيتي 8100، ولكن البرو 8 جين 1. اكيد في فرق في الاداء، ولكن فرق السعر 4000 جنيه مش هيفرق معاك قوي. ففي رايي وفر وهات التي العادي، والحق اليومين دول اللهم بلغ. وبس كده، خلصت، سلام.